اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء، ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل عرض اللي هو تورته مقاس 18 3 قطع جاتوه. انا هعمل صاج واحد، هيبقى نص فانيليا ونص شوكولاته، لان انا عندي اصلا يعني من بواقي التورته اللي بشتغل فيها كان عندي سليسرول، وكان عندي تورتايه تقريبا نص ونص او تورتايه، يعني مش عارفه في اليوم ده كان عندي ايه، بس المهم ان انا اشتغلت صاج واحد. حطيت 3 بيضات وعليهم معلقه كبيره من المحسن بشتغل فيه كواليتي، ومعلقه من الخل، وطبعا البيض يبقى حجمه كبير ومن التلاجة، و100 جرام من السكر اللي هو تقريبا نص كوبايه او كوبايه الا ربع على حسب حجم الكوبايه اللي عندك، فالاحسن خليكي في الميزان. هنضربهم كويس لغايه ما قوامهم يبقى كريمي، وهنجهز الميه بتاعتنا. الميه وزنها 200 جرام، ميه برضو متلجه، لازم يبقى فيها قطع تلج متلجه متلجه طالعه من الفريزر يعني. وبضربهم على اعلى سرعه، وبشغل الفرن بتاعتي على درجه حراره 200 اول ما القوام يبقى كريمي. يعني اول ما القوام عندي يبتدي يبقى كريمي وهضيف الميه، بشغل الفرن بتاعتي على درجه حراره 200. عايزه اقول لكم على حاجه. انا الخامات بتاعتي لما بعوزها، يعني بعوز اشتري، يا اما ببعت يعني ابني يجيب لي، يا اما في حد كده يعني عامل صفحه على الفيس فبخليه يجيب لي خامات. طبعا جبت الجولدن باك في السبونج، ما عجبنيش، مش عارفه. وفي ناس كتير فعلا قالت لي ان هو مش حلو، يعني مش عارفه، حاسه ان انا عشان اطلع صاج زي اللي بطلعه لازم احط سبونج ازيد واحط بيض ازيد، فطبعا ده مش هيوفر معايا. بالنسبه للعروض ممكن الكلام ده ينفع في الطرق الكبيره، كده كده هتطلع بسعر اعلى. وانا الفتره اللي جايه هغير في الاسعار شويه، هحاول يعني ازود شويه، بس برضو مش هنزود قوي علشان الناس ما تزعلش مننا اللي بيبقوا واخدين علينا ان احنا اسعارنا كويسه. طبعا ضربتهم على اعلى سرعه زي ما قلت لكم. اول ما القوام بيبقى كريمي ببتدي انزل بالميه، الميه المتلجه لازم تبقى ميه متلجه، بس مش بنزل بيها مره واحده، بنزل شويه بشويه لغايه ما اخلص الكميه كلها. وبجهز الدقيق بتاعي، 240 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من النشا، وعليهم 10 جرام من البيكنج باودر، وطبعا بنخلهم كويس. ولما خلاص بتأكد ان المية خلاص كلها، القوام بتاعي رجع تماسك تاني، بحط العجان وبنزل بمعلقه معلقه لغايه ما اخلص الكميه كلها. وطبعا براعي ان انا ما احطش ورا بعضه، علشان الدقيق بيبقى الحجم بتاعه اتقل من الفوم، يعني انت لما حتى بتحطي معلقه بيبقى الحجم بتاعه اتقل، فلما تيجي تحطيه الكثافه بتاعه الفوم ما بتستحملش التقل بتاع الدقيق. علشان في ناس كتير كانت بتقول ممكن احنا بنشتغل بس ما بيطلعناش نفس الكميه. حاولي تعملي نفس الطريقه اللي احنا بنعمل بيها دي، وان شاء الله يطلع بنفس الطريقه. بس يعني نمشي خطوه خطوه زي ما احنا ماشيين. احنا بنحط معلقه، واول ما تختفي الدقيق نحط المعلقه اللي بعدها عشان نحافظ على كميه الفوم. بالنسبه بقى للخامات، المهم انا قلت لكم ان انا ببعت ابني اللي بيجيب الخامات، يا اما في حد يعني بكلمه كده فبيبعت لي خامات. فالمهم ان نزلت انا بنفسي، قلت ابص على اشكال الترانسفير، الاشكال الجديده وكده، لان يعني ما بقالي فتره ما جبتش يعني، واشوف ايه الحاجات الجديده ممكن اشكال تعجبني، ماع الحاجات دي يعني. فقلت اجيب كريم شانتيه عشان الكريم اللي عندي قربت تخلص. فبسال الراجل يعني اللي بجيب من عنده، فبقول له عايزه متحده، عايزه كيلو. انا بجيب كيلو كيلو بصراحه، عشان يعني انتوا عارفين غالي وكده، فيعني ما بقدرش اجيب اكتر من كده، بجيب كيلو لما بيخلص يعني، ولو في فلوس ممكن اجيب 2 كيلو. فبقول له وزن لي كيلو كريمه متحده. فبيقول لي انت عايزه متحده انهي نوع؟ فبقول له هو انت عندك ايه؟ قال لي عندي كذا نوع، يعني قال لي على كذا اسم، وقال لي من ضمنهم. قلت له طب الاسعار، قول لي الاسعار. قال لي بيبدأ من 160 جنيه. 160 جنيه في المتحده؟ طب انا بقالي كتير قوي ما سمعتش السعر ده ليه. ايه اللي عندك متحده ب 160؟ قال لي الفا. فالفا دي انا كنت بجيبها يعني من بدري، وكانت حلوه كويسه مفيش اي مشكله فيها. بس انا بصراحه لما جربت ريتش حسيت ان الطعم يعني اطعم، والموضوع احسن. المهم فانا يعني طبعا انا بقسم هنا خلصت الكريمه بتاعتي، خلصت السبونج بتاعي، وبحط نصه في الصاج والنص حطيت عليه لون من البني. وهبتدي احطه في الصاج برده، هفرده وهدخله على الفرن. طبعا الفرن بتاعتي بتبقى مشغله من قبلها على درجه حراره 200. بدخلها في الرف اللي في النص، وبشغل من فوق وتحت، وما افتحش عليه لغايه ما يمر اقل حاجه 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق ببتدي افتح اشوف يعني لو الاسبونج بتاعي اخباره ايه. بس هو ما بياخدش سوا الاسبونج الجاهز،
الاسبونج البيتي ما بياخدش السوا زي الاسبونج الجاهز. الاسبونج الجاهز ممكن يخش في تلت ساعه، لكن الاسبونج البيتي من 10 ل 13 15 دقيقه بالكتير قوي. ده كده بيبقى يعني ايه، هينشف بقى منك لو انت سبتيه. طيب المهم الالفا بقى يعني ايه، الراجل قال لي ايه، لو انت متعوده على الريتش وانت حاسه ان هي دي احسن حاجه وزباينك متعودين عليها وعايزه يعني توفري برضو، ممكن تاخدي النص كيلو من الالفا تحط عليه ربع كيلو من الريتش. هي نفس التماسك ونفس كل حاجه، بس انت لو حاسه ان هي مش هتبقى غنيه قوي. طب انا مش عارفه بقى اجرب الالفا لوحدها ولا احط عليها ريتش. مش عارفه. وطبعا الموضوع هيوفر معايا كتير، ده انتوا عارفين يعني 160 من 250 يعني اللي هو 90 جنيه في الكيلو، حلو جدا. فانا باذن الله طبعا انا يعني كان فاضل عندي شويه من المتحده فاشتغلت بيها، وعايزه اجرب بقى الفا. ولو حد مجربها وعارف نوعها وعارف ان هي سعرها كويس يقول لنا يا جماعه في الكومنتات، ويقول لنا يعني تجربته مع الفا ايه. طبعا الموضوع ده هيفرق مع ناس كتير، وبالناس بالذات الناس اللي عامله مشاريع ولسه مبتدئه وعايزه حاجه تكون كويسه تعجب الزبون وطعمها حلو، ويكون برضو ترمي معاها كميه علشان برضو ما تهدرش في الخامات. تقول لنا رايها ايه في الفا. انا كده قسمت الصاج بتاعي، باخد اقل من النص وبعمل سيريس رول ان كان فانيليا او شوكولاته، وببتدي اعمل ايه بين بقيه الصاج. ببتدي اقطع كده على البورد بتاعتي دي مقاس 15، ببتدي احاول اقطع 3 ديسكات. لو هعمل مثلا فانيليا، لو هعمل شوكولاته، لو هعمل نص ونص، ببتدي برضو اخد من هنا ومن هنا ديسك يعني ايه، واوريكم بالظبط احنا بنعمل ايه. بس انا كنت هعمل يعني هعمل اتنين، انا هما كده هيطلعوا لي تورتيتين. فانا هعمل نص ونص، بس هحط واحده في التلاجة والتانية هشتغل بيها. بصوا زي ما بوريكم كده، انا الجنب عندي ده يعني حته كده حاسه ان هي خفيفه شويه، قليله عن الناحيه التانية، فابتديت اجيب لها من الاسبونش الزياده. احاول اظبط كده عشان لما اجي اشتغل ما يبقاش فيه ميلان من التورته. احنا اتكلمنا برضو في الموضوع ده قبل كده، قلنا اللي هي الحاجات اللي هي اسمها سناده او كماله او ايا كان اللي انتوا اللي بيسموها يعني. لو هنشتغل وفي جزء انت حسيتي ان هو مايل، ممكن ترفعيه من تحت كده عشان يظبط معاكي التورتايه وما تحسيش ان فيها ميل. طبعا اللي في النص دايما ممكن تحطي من بواقي الكيك، يعني انت لو عندك بواقي وما عندكش ديسكات حطي في النص البواقي، بس اهم حاجه يعني حاولي تخلي الطبقه اللي من تحت والطبقه اللي من فوق كويسين عشان ما تديش ميلان وتبوظ لك الدنيا. لكن لو ما فيش حاولي تشتغلي زي يعني براحتك، يعني انت على حسب ما انت متعوده. حطينا اول ديسك وحطينا اللي في النص، وطبعا بنسقي بين كل ديسك وديسك وهنحط الطبقه اللي هي الثالثه. طبعا هنعمل الكلام ده في التورتيتين. طبعا لو هنشتغل نص ونص زي ما يمشوا بنفس الطريقه كده، النص صاج ده والنص صاج ده بيطلع لنا تورتيتين. لو انت هتعملي آه، عروض، طبعا ما تحاوليش تكبري في حجم التورتايه، يعني حاولي تقطعي على مقاس 15 عشان تديكي مقاس 18 بالظبط. لان العروض بتبقى ما فيهاش مكسب، يعني انت دايما مش بيبقى عندك طالع لك يعني حاجات بسيطه. فانت لو زودتي عن كده مع الخامات مع الكريمه مع كده، الموضوع مش هيدي معاكي ربح قوي. حاولي على قد ما تقدري، يعني يا دوبك هي تبقى مقاس 18 يبقى مقاس 18. في ناس بتقطع اصلا تورتيه مقاس 18 صريح كده مقاس 18، فلما بتيجي تجلسها بتديها مقاس 20 22 ممكن كمان. فطبعا بتحسي ان انت حجم التورتيه بتاعتك اكبر. مع لو انت هتطلعي معاها عرض مثلا جاتوه او هتطلعي حاجه، فانت كده فين مكسبك؟ فاهماني؟ فانت الاحسن ان انت لما تيجي تقطعي قطعي اقل من الحجم اللي انت عايزاه، 2 سم على الاقل خالص. في ناس بتقطع 3 سم و4 سم، صدقوني والله، يعني عشان تكسبوا ويحاولوا برضو يطلعوا الحاجه بالظبط. المحلات اصلا مش بتطلع لك المقاسات زي ما هي، يعني مش بتقطع الكيك نفس الحجم بتاع التورته. يعني لو انت هتقطع على مقاس 22 استحاله يقطع لك الاسبونج على 22، لازم يقطعوا على مثلا 18 19 كده، والله فعلا عشان يقدروا يلموا حق الخامات بتاعتهم. عشان كده بتحس ان التورت البيتي اللي الناس بتعملها في بيتها بتبقى حجمها اكبر عن التورت اللي بتبقى في المحلات. لما يعني تروحي تجيبي تورته مثلا مقاس 30 في 30 او 25 في 25، تحسي ان هي مقاسها اصغر من التورته اللي انت عاملاها. طبعا انا لما سالت في الموضوع ده بصراحه قالوا لي لا، ده بيتقطع اصغر من حجم التورتايه حوالي 4 سم، فانا طبعا بقيت اقطع اقل 3 سم.
وساعات 2 على حسب يعني. طبعا عملنا السيريس رول، طبعا احنا عملناه مع بعض كذا مره، فانا ما رضيتش اوجع دماغكم يعني بيه. والتورتيه دي انا كنت فاكراها ان هي فور سيزون، وبعد كده بعد ما يعني عملت الجنبين من الشوكولاته، وكنت هعمل جنبين التانيين مربى حليب او اي حاجه تانية، او اي حاجه يعني مختلفه. فلقيت ان صاحبتها يعني طالبه ان هي كلها تبقى شوكولاته، بس طبعا كنت خلاص يعني اشتغلت فيها، بس لحقتها في الاخر يعني بعد ما عملت الجنبين دول. ابتديت عملتها كلها يعني. لو انا كنت اعرف اصلا ان هي من البدايه كلها هتبقى شوكولاته، ما كنتش قسمت ولا عملت حاجه يعني. وعايزه اقول لكم برضو ان احنا ان شاء الله هحاول في الفيديوهات اللي جايه اعمل لكم الشوكولاته، هعمل لكم منها الوان، وازاي نقدر نعمل الوان من الشوكولاته، يعني اشكال من الشوكولاته بالشوكولاته البيضاء بالوان جل. يعني ازاي نستعمل الوان الجل في الشوكولاتات. يعني هنعمل ايه، تركايه كده هتخلينا نقدر نعمل. لو انت ما عندكيش الوان زيت، ازاي تحولي الوان الجل الوان زيت. طبعا احنا جبنا كده، جبت اوريو زي ما انتم شايفين وكريسبي، وحطيت من الجنب ده 3 اوريو، والناحيه التانية حطيت كريسبي اسود. وطبعا حطيت الاسمين بتاع صاحب التورتيه، كان عايزه عمر وعايزه حسين، بس طبعا اسم حسين كان كبير شويه، فانا بعد ما حطيته حسيت ان لا يعني الحروف طالعه كده من بره، فشكلها مش احسن حاجه. فجبت شوكولاته تاني، يعني هو الجناش بتاعنا. وطبعا الجناش احنا قلنا بنحط عليه لما يبرد معلقتين من الجيلو عشان نحوله لجيلو شوكولاته. طبعا احنا قلنا الكلام ده في حلقه قبل كده. اللي متفرجش عليها يعني، احنا بنعمل الجيلو، بنعمل الجناش عادي وبنحط عليه معلقتين لما يبردوا من الجيلو الشفاف، وبيتقل وبيبقى زي الجيلو الجاهز بالظبط. وفي ناس جربته وشكرت فيه الحمد لله، وعملنا الجيلوهات بالوانها. وان شاء الله الفتره الجايه هنعمل كل الشوكولاتات الالوان من الالوان اللي هي الجل، علشان انتي بدل ما تجيبي الوان زيت وتجيبي الوان جل، لا ان شاء الله هنحاول ان ايه نشتغل بالالوان اللي عندنا المتاحه. ونعمل كل اللي نفسنا فيه باذن الله. طبعا عملنا السيريس رول كده، وعملنا اي تجزيعات كده فيه بس عشان يعني اللي هو واحنا بنقطعه يبقى شكله كويس. وطبعا انا بشتغل في السيريس رول. يعني هو لسه يعني ملحقش يتجمد حتى، عشان ايه طبعا بنبقى عندنا شغل عايزين نطلعه، فما بلحقش يعني. بشتغل فيه على طول. وده كده التورتيه بتاعتي. يا رب كده يكون الفيديو بتاعي استفدتوا منه. وطبعا على طول بتنسوني في اللايك، ومفيش حد بيكتب لي اي تعليقات الا ناس قليله جدا. يا رب يعني شجعوني عشان يعني ادور كده على معلومات وحاجات مفيده تفيدكم، واقدر اوصلها لكم. وما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، وشكرا لكم.